هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مرحبا بكم مستمعين الكرام مع إشراقة شمس كل سبت، ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. مستمعي إذاعة الوفاق في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. فيما يلي نقدم إليكم فقرات برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 13/7/2019، والبداية من الأخبار ويليه مع مقالة سياسية بعنوان مقارنة بين الحكم، ثم برنامج الوفاق الحلقة الأولى بعنوان من نحن، وأخيرا مختارات أغاني وأشعار متابعة طيبة نتمناها لكم. مستمعي إذاعة الوفاق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة الوفاق أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم السبت 13 من شهر يوليو للعام 2019. عناوين الأخبار: مجموعة الوفاق للدراسات الاستراتيجية تعقد سمينارا ناجحا بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. الحكومة الليبية تدرس إمكانية إغلاق معسكر تاجوراء الذي يقطنه لاجئون إريتريون وأفارقة. تفاصيل الأخبار من إذاعة الوفاق يقرأها عليكم الحسن إبراهيم. عقدت مجموعة الوفاق للدراسات الاستراتيجية الأسبوع الماضي سمينارا كبيرا في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان الوفاق من أجل إنقاذ الشعب والوطن. وقد شارك في السمينار أساتذة جامعات وخبراء في مجالات مختلفة، وعلى مدى يومين تم مناقشة أوراق علمية جرى الإعداد لها لمدة قاربت العام والنصف. وقد حظيت الأوراق بنقاشات مستفيضة وإضافات قيمة من قبل المشاركين في السمينار، والذين قدموا من مناطق مختلفة في العالم يمثلون مكونات المجتمع الإريتري المختلفة، الأمر الذي ترك أثرا طيبا في نفوس الجهة المنظمة للسمينار والمشاركين على حد سواء. وفي ختام السمينار ناشد الحضور مجموعة الوفاق بالسعي إلى ترجمة هذه الأوراق إلى برنامج عمل حتى لا تصبح حبيسة الأدراج. قالت الحكومة الليبية أنها بصدد إغلاق معسكر تاجوراء الذي تعرض الأسبوع الماضي لقصف صاروخي من ميليشيات حفتر في طرابلس، والذي قتل فيه أكثر من 60 شخص وأصيب فيه عشرات آخرون. وقالت الحكومة الليبية أنها لا تستطيع توفير الحماية للاجئين في المعسكر. وأضافت الحكومة أن بعض اللاجئين حاولوا الفرار من المعسكر إلا أنهم تعرضوا لإطلاق نار كثيف من جانب القناصة التابعين لحفتر. وتوجد أعداد كبيرة من اللاجئين الإريتريين في تلك المنطقة، حيث سبق وأن قدموا نداءات إلى العالم بنقلهم من المنطقة التي تشهد حوادث قصف متكررة. ويقدر عدد اللاجئين في ليبيا بنحو 3800 شخص، أغلبهم من إريتريا وأثيوبيا والسودان والصومال. ويرى مراقبون أن إغلاق هذه المعسكرات سيشكل خطورة بالغة على اللاجئين، حيث من الصعوبة بمكان الوصول إليهم في تلك المنطقة الموهوبة من العالم. أيها السادة والسيدات مستمعي إذاعة الوفاق، هكذا نكون إياكم قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة لهذا اليوم. متابعة طيبة نتمناها لكم مع بقية فقرات برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي إذاعة الوفاق في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. في تعليقنا السياسي لهذا اليوم نتناول مقال بعنوان مقارنة بين حكم نظام نحن وأهدافنا بقيادة طاغية إسياس أفورقي وبين النظامي هيلي سلاسي والدرقي في أحد الاستعمار الإثيوبي لإريتريا، بقلم الإعلامي الأستاذ أبو بكر عبد الله صائغ، كاتب وصحفي.
صحيح إثيوبيا استعملت إريتريا بمباركة القوى العظمى، وإن الشعب الإريتري انقسم بين مؤيد لها ومعارض يطالب بالاستقلال. التقيت خلال فترة وجودي في أسمرة بعدد كبير من أعيان أسمرة مسلمين ومسيحيين، وأجمعوا على أن فترة حكم هيل السلاسي كانت تمثل قمة الرفاهية. بالرغم من القوى المسيطرة هي قوى استعمار، ولذلك لا أريد التطرق إليها. خلال فترة نظام الدرج الذي تميز بنهجه الاشتراكي الشيوعي، تميز أيضا باحترام القانون، وتمثل ذلك في الآتي: الخدمة الوطنية كانت تفرض على كل من يبلغ سن 18 وحتى 30 سنة، ومن يتجاوز عمره 30 عاما كان يسمح له بمغادرة البلاد ولا يسأل عن الخدمة. وفقا للقانون الإثيوبي، إن النائب العام كان يتدخل ويطالب بالأجهزة الأمنية بإطلاق سراح أي معتقل بعد مضي 48 ساعة على اعتقاله، أو تقديم ملفه للمحكمة لمحاكمته، وهذا كان يطبق على الثوار الذين يتم اعتقالهم وكان يطلق عليهم الشفتة. حقوق السجناء كانت مكفولة، وكان يسمح لأسرهم بزيارتهم، وكان هذا يشمل أيضا سجناء الثورة الأريترية الذين يتم القبض عليهم في مختلف المواقع. حق البناء والتجارة والتجول كان مكفول لكل إريتري، وحتى هؤلاء الذين كانوا يعملون في الدول العربية كان يسمح لهم بالدخول والخروج دون أي ملاحقات من رجال الأمن. توفير الخدمات الصحية والمياه والكهرباء والتعليم كان متوفر أيضا في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإثيوبي، وهي المرتفعات الإريترية وبعض مناطق المنخفضات الإريترية. الموانئ الإريترية كانت تعمل ليلا ونهارا، والخدمة الإدارية كانت متطورة مقارنة بما هو سائد الآن. الحكومة الإثيوبية لم تعاقب أي أب أو أم إريترية بسبب التحاق ابنهم بالثورة، ولم تطالبهم بدفع مبلغ مالي كغرامة بسبب مغادرة ابنهم للبلد أو هرب من الجيش أو التحق بالثورة، بالرغم من أنهم أعداء ارتكبوا أبشع المجازر البشرية في المنخفضات الإريترية وبعض القرى في المرتفعات الإريترية. الأسواق كانت مزدهرة، والتجار كانوا يتحركون وفقا للقانون الإثيوبي، وكانت حقوقهم محفوظة باللجوء إلى المحاكم. أذكر إنني أجريت مقابلة مع 2 من الذين تم تسليمهم إلى إثيوبيا في عهد الفريق إبراهيم عبود الذي كان يحكم السودان، لاتهامهم بدعم الثورة الإريترية والانضمام لصفوف الجبهة. المناضلان تم نقلهم إلى إثيوبيا وجرت لهم محاكمة، وتم الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة. وفي عهد الدرج تم تخفيف الحكم عليهم وأطلق سراحهم بشرط عدم مغادرة إثيوبيا، وتم نفيهم في قرية نائية ليعملوا هناك تحت رقابة الشرطة الإثيوبية. وثائق الثورة الإريترية والمحاكم الإثيوبية ثبتت بأن العشرات من المقاتلين والمتعاونين معهم الذين كان يتم اعتقالهم بتهمة الانتماء للثورة كان يتم محاكمتهم ويسجنون ويتمتعون بحقوق أقلها زيارة أسرهم لهم وهم في السجن. هذا غيض من فيض ما كان يجري في إريتريا خلال فترة الاستعمار الإثيوبي. أما في أحد نظام الهيمنة القومية الحاكم في إريتريا فحدث ولا حرج، دولة بدون دستور ولا قانون، وما هو مطبق هو القانون الإثيوبي في الشق الجزائي في الأحوال المدنية والجنائية فقط، لا محاكمات علنية لسجناء الضمير من السياسيين والقانونيين والصحفيين المعارضين لسياسات النظام القمعية، والسجناء يتم إخفاءهم قسريا ولا يعرف أماكن احتجازهم ولا يعرف مكانهم أحد ولا هم يعرفون ما هي جريمتهم. التجارة ممنوعة والسفر ممنوع والبناء ممنوع والموانئ مغلقة، والدولة تحتكر كل شيء، والخدمة الوطنية للأبد من المهد إلى اللحد، والخيار الوحيد أمام منتسب الخدمة الوطنية هو الهروب أو الوقوع في الأسر أو الاعتقال إلى الأبد. منذ عام 2002 طبقت حكومة الهيمنة القومية غرامة مالية على كل الأسر الأريترية التي يهرب أبنائها من الخدمة الوطنية، والغرامة تجاوزت مبلغ 50,000 نقفة. لا يسمح لك بالخروج من البلد إلا بعد بلوغ سن 70 عام، أي من عمر 5 وحتى 70 سنة. شهدنا في أريتريا في أحد حكمهم الإنسان الذي يتم إيداعه السجن كوديعة وأمانة، ولا أحد يستطيع إخراجه إلا الشخص الذي أمر باعتقاله وأودعه السجن، والشرطة لا تفتح له ملف
فقط يدخل السجن ولا يخرج منه إلا بأوامر شخصية من المسؤول الذي سجنه. وهذه مرحلة عبرها الإنسان والإنسانية في عهود الظلام، وحتى حمورابي وغراغوش اللذان يضرب بهم المثل في القسوة كانت لهم قوانين. في قمة قسوتهم وجبروتهم بدأوا يعتقلون الشباب لمجرد إنهم تحدثوا مع زملائهم حول الهروب أو بتهمة إنك تفكر في الهروب. من خلال المقارنة بين النقاط أعلاه يمكننا ملاحظة الفرق بين الاستعمال ونظام الهيمنة القومية الحاكم الآن في أسمرة. ممارسات النظام لا يمكن إحصاؤها، وهذا فقط نماذج تؤكد لنا بأن النظام الذي يسيطر في أسمرة لا علاقة له بالإنسان والإنسانية، نظام إرهابي بامتياز. تحياتي. مننا نحن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي أخواتي، اسمحوا لي أن أقدم نبذة مختصرة عن مجموعة الوفاق الإرثرية للدراسات. من نحن وما هي مميزات هذه المجموعة؟ هذه المجموعة يا أخوة تأسست قبل عام ونصف، وهي في الحقيقة مجموعة دراسات بالمعنى الذي أصبح معروف اليوم في المجتمعات الغربية بالثينك تانك. وهذا المصطلح فضفاض، ويمكن أن يعني مركز للدراسات، أو ممكن أن يعني أيضا مجموعة للدراسات. قد لا يكون عندها مركز خاص بها، لكنها كمجموعة تعرف بخاصية أنها هي مجموعة دراسات think tank group مثلا. يعني من أهم مميزات مجموعة الوفاق الإرثرية للدراسات أنها تحاول أن تأخذ في الحسبان في تفكيرها وعملها قضية التنوع والتعدد الإريتري. لدينا في إريتريا تنوع ذو سمات عديدة، لغوي، ديني، ثقافي، في القبائل، في المجموعات العرقية، حتى في تطلعاتنا وانتماءاتنا السياسية. نحن كإريتريين رغم صغر عدد شعبنا إلا أننا نتميز بهذا التعدد. هذه المجموعة تحاول إشراك هذا التنوع وهذا التعدد الإريتري في تركيبتها، في البداية في تركيبتها هي للوصول إلى رؤية تأخذ في حسبانها هموم ومشكلات جميع مكونات الشعب الإريتري. التركيبة المتنوعة لمجموعة الدراسات في الحقيقة أعطتها الفرصة للنظر في المشكلات من زوايا متعددة، وده ساعدنا طبعا في أن نضع تصور حتى لو لم يكن متكامل إلا أنه يأخذ فيه أو يقترب من وضع تصور شبه متكامل، يعني من الناحية التمثيلية، يعني مش في تركيبته كمسودات وكأفكار طرحناها، يعني إلا أنها في تكوينها على الأقل تأخذ في الحسبان كل هذا التنوع وهذا التعدد اللي بتميز به إريتريا. ونحن في نظرنا كان في إشكالية في الواقع السياسي الإريتري، إنه في الفترة الماضية ما كان في الحقيقة منذ الأربعينات يعني ما كان في إريتريا الفهم بتاع إنه ربحك هو ربحي وخسارتك هي خسارتي. يعني كان الواقع السياسي الإريتري من الأربعينات وحتى يومنا هذا يتميز بزيرو سام بوليسي، بمعنى إما رابح أو خسران، يعني مقابل الخصم أو المخالف لك في الرأي. وكانت هذه النظرة بعيدة عن المشاركة في الربح، يعني ما يعرف بالوين وين سيتويشن أو وين وين بوليسي. يعني حقيقة هذا ما نقدر نعزيه في إنه التنوع المجتمعي والسياسي اللي عندنا هو السبب فيه، يعني لأنه هذا التنوع نفسه كان ممكن الاستفادة منه بشكل إيجابي في عملية التحول الديمقراطي، ولا بد أن نفكر بهذه الطريقة في المستقبل، بمعنى يساعدنا على أن نتعلم حل مشكلتنا بطريقة ديمقراطية. لأن أي مجتمع متعدد الأعراق، متعدد الأقوام، متعدد اللغات، متعدد الثقافات، متعدد الأديان، إذا ما حل مشكلاته بطريقة ديمقراطية، وإذا اعتبر كل طرف يعني انتصار هو هزيمة للآخر، وما يتحمل الاختلاف والتعدد ويعتبر التعدد نقمة النعمة، هذا فعلا مجتمع ما يقدر يمشي لقدام، يعني وعنده مشكلة مستعصية. يعني أما إذا تعامل هذا المجتمع بشكل سليم مع هذا التنوع وهذا التعدد، واعتبر سلوكه كان حضاري وديمقراطي في حل مشكلاته، فهذا المجتمع يعني فعلا أفراده أو يعني عناصر تتميز بدرجة من الوعي العالي، يعني وحل مشكلات المجتمع بطريقة ديمقراطية وموضوعية.
المجتمع الإريتري عنده مشكلات مزمنة وتحتاج فعلا إلى هذا النوع من التفكير وهذا النوع من النهج، مش إنك أنت تلقي اللوم دائما على غيرك وتقول هو اللي مخطئ وهو اللي ما عايز يقترب منه وهو اللي يمارس علي الاستعلاء والتعسف وكذا وتريح نفسك من المسؤولية يعني. بالتالي يعني حل المشكلات بصورة متحضرة يساعدنا على أن نحول هذا التعدد إلى نعمة، وأن يشترك الجميع في حل مشكلات المجتمع كل من زاويته، لأنه بصراحة المشكلات تاعت المجتمع باعتباره متعدد الأقوام متعدد الثقافات متعدد الأديان، كل واحد ينظر إلى هذه المشكلة من زاويته يعني. وإذا تلاقت هذا التعدد يعني في حل المشكلات، هذا بيساعدنا في إدارة خلافاتنا بأساليب ومناهج متحضرة، وهذا ما يتم إلا إذا خضنا بالفعل حوارات مجتمعية متحضرة ومتطورة يكون الجميع فيها مستفيد ورابح يعني. وما في مفر لمجتمعنا الإريتري وقواه السياسية من أن يخوض مثل هذه الحوارات المتقدمة والمتطورة، واللي ممكن تنقلنا إلى مواقع متقدمة في العمل السياسي والتنظيمي وغيره، بهدف إزالة الكابوس اللي موجود في بلدنا النظام الدكتاتوري من جذوره يعني. أيضا من أهم ميزات هذه المجموعة كما قلنا هو إشراك مهتمين وباحثين من مختلف مكونات شعبنا، مسلمين ومسيحيين من المنخفضات والمرتفعات، وهذا في حد ذاته رغم أنه أنا أشوف شيء إيجابي لأنه واجه انتقادات من البعض يعني، واعتبروه هو عودة للمربع الأول لفترة الأربعينيات عندما كانت السياسة الإريترية مبنية على الاختلافات الدينية بشكل واضح يعني، وكان الناس مواقفها بتشكلها يعني. العامل الديني كان مهم جدا في فترة تقرير المصير في الأربعينيات، حيث كان المسلمين في واد والمسيحيين في واد آخر، على الأقل في الغالبية العظمى منهم يعني، وانقسموا إلى دعاة الوحدة ودعاة الاستقلال يعني. بالتالي يمكن القول أن تجمعنا الحالي أو إحنا على الأقل في هذا التجمع نحاول تجميع الناس في مكان واحد من مختلف الأديان ومختلف الأقاليم ومختلف الانتماءات، وبالتالي لا يمكن اتهام هذا التجمع بالمشكلات اللي كانت موجودة في فترة الأربعينيات يعني إحنا بنرى أنه تجمعنا في مكان واحد يتيح لنا الفرصة للتحاور والنقاش بشكل واضح والوصول لنتائج يحس فيها الجميع بأنه رابح يعني. ويمكن القول أنه الهم الأساسي في هذه الحوارات والنقاشات يجب أن يكون هدفها الانتقال بمجتمعنا من حالة الانقسام الطائفي إلى فضاء أرحب. لما نقول يعني من حالة الانقسام الطائفي إلى فضاء أرحب مش معناته أن الإنسان يتخلى عن هويته وانتمائه، لكنه لا يضع هذا الانتماء وهذا الاختلاف حجر عثرة أو عائق للتفاهم مع الآخرين. والحوار أصلا ما يكون مع الذات ولا يكون مع الشبيه يعني، الحوار أصلا يكون مع المختلف يعني. وحتى تصل إلى قواسم مشتركة مع المختلف لازم أنك تضع المصلحة الوطنية الإريترية في المقدمة. إذن يجعل هذه الحوارات التي نهدف نحن إلى خوضها واللي تختلف ربما في بعض الجوانب من حوارات سابقة كانت تنظيمات سياسية تخوضها، كان يعني يغلب فيها منطق الربح والخسارة، ولذلك يعني رغم أنه تكون عندها يعني مخرجات متقدمة ووثائق متقدمة لكنها ما كانت تنجح في الاختبار العملي. احنا الآن بنسعى إلى فتح حوارات بين الناس على أسس فردية، يعني يأتي الإنسان إلى الحوار وهو يحمل ما لديه من آراء وأفكار، كلنا جميعا لنا انتماءاتنا وانحيازاتنا وما نقدر نتخلى عنها، لكن نطرح ما لدينا من رؤى مختلفة، لكن نأخذ في الحسبان ما يتفق عليه الأغلبية وما يتفق عليه أكثر الناس وما يخدم شعبنا وبلادنا. مش بالضرورة يعني الأغلبية ممكن تتفق على ضلال أيضا يعني، لكن أنا بؤكد أنه بما يخدم شعبنا وبلادنا بدون تمييز يعني، وما يغلب انتماء ديني أو ثقافي على آخر، هو ده اللي نتفق عليه يعني. الوثائق اللي خرجت بها مجموعة الوفاق الإريترية للدراسات نعتقد أن احنا هي وثائق جيدة ومتقدمة من هذه الناحية، ولكن الإنسان عشان يقيسه لازم يتخذ يعني يأخذ معيارين أو يستخدم معيارين يعني. المعيار الأول هو هل هذه الدراسات أخذت في الحسبان قضايا وهموم مختلف المكونات الإريترية؟ نحن بنعتقد أنه فعلنا هذا العمل يعني. المعيار الآخر هو من تخدم هذه الوثائق، هل تخدم تجمع بعينه، طائفة بعينها، مجموعة بعينها، توجه سياسي معين؟
أم تخدم الوطن والشعب. هذا لازم اللي يعتبر المقياس بالنسبة لنا يعني. ومجموعة الدراسات اللي احنا كوناها وناقشنا فيها وثائقنا ما ترى في الاختلاف أبدا مشكلة كانت يعني، والتفكير والانتماء المختلف ما كانت فيه ترى فيه نقمة بل نعمة يعني. لكن المشكلة هي عندما يعجز الإنسان عن احترام الاختلاف وكيفية إدارة الاختلاف، فيه هناك مشكلة يعني. والاختلاف عندما تتاح له التعبير عن نفسه ويحترم الرأي الآخر، يعطى الفرصة للتعبير عن نفسه، سواء كان الآن وإحنا نعيش في مرحلة المعارضة ولا غدا لما يحصل التغيير. هذا الاختلاف هو اللي نعتبره إحنا بيخدم وبيقدم ولا يؤخر يعني. أيضا عند الحديث عن الكيفية التي انتهيتها المجموعة في داخلها، كان عدم التقليل أو الاستهانة من أي فكرة أو رأي، وإتاحة الفرصة لصاحبه للتعبير عن ما لديه ولطرح ما لديه من أفكار. وبعد الحوار والحديث حول كافة القضايا والمشكلات كنا نتفق دوما في صياغتها بطريقة معينة تحظى بقبول ورضا الأغلبية في المجموعة. إذا ما حصلت على هذا الإجماع أو على هذا القبول العام، يحق للمعترض ولصاحب الرأي المخالف أنه يسجل تحفظاته وملاحظاته دون أن يخرج عن المجموعة أو يتركها يعني. للوصول إلى هذه الوثائق الأربعة لم يكن الطريق سهل ولم يكن الطريق معبدا بالورود يعني. حتى الاختلافات بيناتنا كانت تصل في بعض الأحيان أنه كنا نشك في أنه احنا حنقدر نستمر في هذه المجموعة، هل حتستمر هذه المجموعة أم ستتوقف؟ وكنا نقوم بتأجيل قضايا الخلاف مرات عديدة يعني، تأخذ مرات أسابيع، وما كنا نستعجل على الأمور يعني. ولما نصل لطريق مسدود نؤجل القضية ونناقشها مرة وثانية وثالثة يعني. ولكن هذا ما يعني أنه هذه الوثائق اللي توصلنا إليها نحن هي خالية من العيوب أو النواقص. لهذا طرحناها للرأي العام الإريتري الآن في المؤتمر اللي حيعقد في الولايات المتحدة في كاليفورنيا في باي اريا، وإن شاء الله الناس تصل فيها لنتائج كويسة يعني. وبحكم أنه في الآراء ما في يعني الآراء المطروحة فيها ما في يعني ما يوجد صح وخطأ يعني بالمعنى الحاد يعني، بل هو اختلاف في الآراء وفي التصورات. هذا كان بمثابة ثراء لهذه المجموعة وهذه الوثائق. لذا القضايا الخلافية رغم أنها كانت قليلة طرحناها احنا في وثائقنا على شكل رأيين مختلفين عشان ينظروا فيها الناس يعني، ويأخذوا ما هو مفيد ويطرحوا ما هو غير مفيد يعني. ونحن نعتقد أن الآراء على الأقل في إطارنا لما كنا نتناقش أن الآراء كلها محترمة ومفيدة هي، ولا يمكن رمي الآراء في سلة المهملات. لذا رأينا أن نقدمها كما هي دون قمع أو إهمال يعني. كانت هناك أمور لا تخضع للمساومة والتسوية، مثلا قضايا حقوق الإنسان، مبادئ الديمقراطية، لأن التضحية بمثل هذه القضايا يعني أعتقد هو إخلال بمبادئ أساسية اللي ممكن تشكل أرضية يلتقي حولها الناس يعني. وأنا أعتقد إلى حد ما يعني دخولنا للديكتاتورية ولهذه الفترة المظلمة من النظام الديكتاتوري لأنه كان في إخلال بهذه المبادئ الأساسية، مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية. كانوا الناس اللي موجودين في السلطة واللي وصل لهم الضرر بشكل متأخر ربما وتدريجي، ما كانوا في فترة يقمعوا ناس يختلفوا مع أو السلطة السياسية كانت ترى أنهم يختلفوا معها، ما كانوا يتصدوا لهذا القمع يعني. ولذلك وصلنا الحل وصلنا لها. على صدر الهوى
مجدنا يا فخرنا يا فرحة نكتبها في دفتر الصمود نطالع الرعود هنا إريتريا هنا تاريخنا هنا إريتريا هنا تاريخنا قوافل الدماء سواعد البناء يا مجدنا السليم. مع إشراقة كل يوم جديد، مع إطلالة كل عام وليد، مع بزوغ فجر 14 من إبريل من كل عام، الآلام والأحزان تتجدد، الآمال والأحلام تتبدد، المشاعر الإنسانية تتبلد، العواطف الوطنية تتدهور، النخوة الدينية تتقهقر، قلوب المستبدين تتحجر. أيتها القامات السامقات كسموق تعبر، الراسيات العنيدات كعناد فورتو، من يستطيع هدم جبل، من يستطيع هدم جبل ناهيك عن جبال بضربة واحدة من فأس عتيد صدئ متآكل. ربع قرن من الزمان والوجوم هو الوجوم والخنوع هو الخنوع. ربع قرن من الزمان. عذرا سادتنا وعلماءنا وتجارنا، فأقل ما نوصف به في ذكرى اعتقالكم أننا أشباه الرجال ولا رجال. كنتم الشمس لدنيانا والقمر لسمائنا والهواء لحياتنا، وبفقدكم فقدنا كل ذلك. وأنى لأناس إن كانوا طبيعيين أن يعيشوا حياة طبيعية وهم يفتقدون ضوء الشمس ونور القمر ونسيم الهواء. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري.